وأود أن أضيف فقرة السيد الرئيس لكي أوضح لكم ما هو وضع الشعب الكابيل. أكثر من 8 ملايين شخص يعيشون محرومين من تطلعاتهم المشروعة ومن حقوقهم الأساسية، منها الحق في تقرير المصير. ممثلوها المشروعون يتعرضون للاضطهاد حتى عندما يتعرضون للمنفى القسري، ولم يعد مقبولا في أيامنا هذه أن يكون شعب القبيل الباسل يخضع لكل هذه الانتقامات بمجرد مطالبته بالحق في تقرير المصير. والأمم المتحدة ملزمة أخلاقيا وسياسيا بالتعويض عن هذا الظلم التاريخي بحق الكابيل الذي هو من أقدم سكان أفريقيا. وأخيرا السيد الرئيس، ليس هناك من نساء صحراويات، هناك نساء مغربيات أصلهن من الصحراء المغربية تماما على غرار النساء في كل مناطق المغرب من طنجة إلى كل المناطق الأخرى، كلهن مغربيات وسيبقون مغربيات. وشكرا. أشكر مندوب